هيلعبها عبد الرحمن حسان. عبد الرحمن حسان على تنفيذ الركنيه للتليفونات. لعبها عبد الرحمن جوه ال 18 وادي الرأسيه وخطيره جدا والهدف الاول لتليفونات بني سويف. لسه كنا بنقول ان الركنيه الاولى للتليفونات لكن قلع التيشيرت الراجل ملهاش اي لازمه، طبعا هينال انذار. كنا بنقول انها الركنيه الاولى، لكن مهم جدا ان كل الدوريات العالميه مش بس الدوري المصري مهم انه بيعتمد على كل الكرات الثابته، والكرات الثابته في كل الدوريات بتشكل خطوره كبيره جدا. وهنا بيستغل تليفونات بني سويف ادي الاعاده وادي الركنيه وادي التوجيه والرأسيه الرائعه، ويبقى الهدف الاول لنادي تليفونات بني سويف بيحرزه اللاعب وائل فراج هداف التليفونات ومميز جدا وائل فراج. يبقى 1-0. هنشوف نادي الزمالك ممكن جدا يرجع للقاء، لسه بدري، خاصة ان الهدف بدري وجاي مع حلول الدقيقة 7 من احداث الشوط الاول. رأسية لكن غير مراقب الراجل، يعني واقفين مدافعين نادي الزمالك، واقف صلاح سليمان ومحمود فتح الله وادي عبد الواحد السيد معنا بيقول له العب. فتح الله وسمير، سمير اللي هيلعبها وادي خطيره جدا وهدف رائع 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 من احمد سمير فرج. لسه احمد سمير فرج قبل ما يلعب الكوره كنا بنتكلم وبنقول انه مميز جدا في اللعبات دي، وكما لو كان سمعنا احمد سمير فرج وقال لي انا فعلا مميز في اللعبات دي واتفرجوا عليا وشوفوا انا ممكن اسجل هدف التعادل لنادي الزمالك ازاي. لعبها بشكل اكتر من رائع وركنها بشكل روعه، راح معاها احمد مسعود لكن كان صعب جدا انه يعمل معاها حاجه لانها كانت قويه جدا ومركونه في مكان صعب. ادي الاعاده نشان يا جماعه، وصعب نشان احمد سمير فرج يجلي. ادي الاعاده مره واثنين وثلاثه للهدف الرائع وهدف التعادل. قد يكون نقطه تحول في اللقاء لان ممكن جدا يعاني. واوباما لعمر جابر، عرضيه عمر جابر لكن بتخبط، ومحمود عاشور بيقول لمسه يد واعتراض من اللاعب رقم 3 اللي في الصوره امام حضراتكم اللي نزل محمد شديد كبديل لعبد الرحمن حسان. ومحمود عاشور بيطلب من اللاعب حسني فتحي ومعاه محمود وحيد ان هم يرجعوا على المسافه القانونيه. ربما تكون الهجمه الاخيره لنادي الزمالك، قد ينجح في التسجيل او لا. محمد ابراهيم والعرضيه الخطيره وخطيره جدا وهدف الانقاذ لنادي الزمالك. هدف بيرجع نادي الزمالك مره ثانيه الى اللقاء، واخيرا يبتسم الحظ لنادي الزمالك، يبتسم الحظ لنادي الزمالك وجماهيره، ويبتسم الحظ لاوباما اللي بيعيد نادي الزمالك مره اخرى الى المنافسه على المربع الذهبي. دائما ما تاتي الاقدار في اخر او في الثواني الاخيره للقاء، وهو اللي بيقدر يوسف اوباما انه ينجح في انه يدخل نادي الزمالك مره ثانيه في المقدمه، ويقدر انه يرد على احمد حسام ميدو ويقول لاحمد حسام ميدو دي اكتر هديه ممكن يا ميدو ان انا اديها لك في انك نزلتني كتبديل وانا كنت عند حسن الظن. وادي فرحه ميدو بالهدف، طبعا فرحه كبيره قوي يا جماعه. الهدف ده معناه ادي الاعاده، ادي محمد ابراهيم والفرج ياتي مع الدقيقه الاخيره، وادي الرأسيه الرائعه فيها قوه واتقان، رأسيه اوباما، وربما تكون معها صافره عاشور، وبالفعل صافره محمود عاشور.